تعمل على تحسين يعني الوضع الحالي للفلاحة إلى وضع أحسن. تحت إشراف السيد والي الولاية وتحت إشراف رئيس الدائرة قمنا بالإعلان عن الانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء التجريبي على مستوى بلدية الذرعان التي اختارت من ضمن الست ولايات لاحتضان الإحصاء التجريبي الذي أعلنته وزارة الفلاحة والذي يمتد من 18 فبراير إلى مدة 15 يوم. عملية الإحصاء هذه لإنجاحها قمنا بإعداد مخطط عمل الذي يتمثل في تقسيم بلديات الولاية المقدرة ب 24 بلدية إلى 293 مقاطعة وتحويل هذه المقاطعات إلى مسارات، حيث أنشأنا 144 مسار ولكل مسار عون إحصاء، يعني عندنا 144 حون إحصاء، وعندنا كذلك 29 مراقبين و2 ملاحظين لإنجاح هذه العملية. كذلك نشكر من هذا المنبر السيد الوالي الذي سخر كل وسائل النقل لإنجاح هذه العملية، والمقدرة ب8 سيارات نقل اليوم فيما يخص بلدية ذرعان. كما تعلمون عملية الإحصاء هي عملية مهمة جدا تسمح لنا بإنشاء قاعدة بيانية وتسمح لنا باتخاذ كذلك القرارات فيما يخص البرامج التنموية. بسم الله الرحمن الرحيم. ساسي العبدلية رئيس الغرفة الفلاحية. أولا أغتنم السانحة لتهنئة الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للشهيد. يتزامن هذا اليوم وإعطاء إشارة انطلاق حملة الإحصاء العام للفلاحة، وهذا تنفيذا وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله الحكومة وسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بطبيعة الحال هذه العملية من شأنها أن تسهل العديد من الأمور، خاصة غلق الباب أمام الدخلاء وتحيين القائمة النهائية للفلاحين والمربين، وهذا بطبيعة الحال سيعطي أكثر وضوح لما يمتلكه القطاع الفلاحي سواء من الثروة الحيوانية أو المزروعات بشتى شعابها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مثل ما سبق أشرنا، شرفنا اليوم تبعا لتعليمات السيد والي الولاية رفقة كل من سيدة مديرة المصالح الفلاحية وسيد رئيس الغرفة الولائية للفلاحة على الانطلاق الرسمي للإحصاء التجريبي للإحصاء الفلاحي. إذن بهذه المناسبة قمنا بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لحسن إجراء هذه العملية على مستوى بلدية ذرعان، والتي اختارت كنموذج على مستوى الولاية لهذه العملية. إذن العملية تسير في ظروف جد حسنة وستنطلق إن شاء الله ستكون لمدة 15 يوم ابتداء من اليوم 18 فبراير، والذي صادف هو اليوم الوطني الشهيد، اللي بالمناسبة نتمنى أننا نترحم على كافة الشهداء ونتمنى ببقاء العمر والصحة والعافية للمجاهدين باقي المجاهدين، وشكرا.